صباح الخير عليكم متابعي كايرو لايف. ما زلنا طبعا مستمرين مع حضراتكم في رصد ابرز الاحداث. وزي ما احنا متابعين خلال الساعات الماضيه تردد بعض الشائعات عن الفنانه وفاء عامر بهروبها طبعا خارج مصر. وده بعد الازمه اللي هي بتمر بيها مؤخرا بسبب الاتهامات الموجهه ليها بتجاره الاعضاء البشريه. خليني اوضح ليكم يعني نص تصريحات الفنانه وفاء عامر للقاهره 24 اللي نفت من خلالها هروبها وقالت بشكل صريح ان هي موجوده في الساحل الشمالي مع اسرتها، وان هي طبعا مش هتقدر ان هي تسيب مصر اللي دايما واقفه جنبها في ازماتها واصدقائها واحبائها داخل طبعا مصر. خليني كمان اوضح ليكم. قالت بشكل صريح انا موجوده في الساحل الشمالي وغير صحيح الكلام اللي بيتقال ان هربت من بلدي، انا موجوده في القاهره. كمان الحقيقه ان مش وفاء عامر بس اللي طلعت ووضحت، كمان المحامي طارق العوضي اللي اتكلم عن تفاصيل الازمه، واللي وضح من خلالها تواجد الفنانه وفاء عامر في القاهره، وقال في طبعا بشأن ما أثير على هذا الشأن عاري تماما من الصحة ولا يمس الواقع بصلة، وهي من أجل الترند فقط وتحقيق تفاعل، وان الفنانه بتمارس حياتها بشكل المعتاد، وخصوصا بعد ما تم القبض على البلوجرز مروه ونفيها هذه الادعاءات. هو في كلامه في تصريحاته بيوضح الادعاءات ان الفنانه وفاء عامر كان خلال الفتره الماضيه في بعض الشائعات ان هي بتتاجر في الاعضاء البشريه، وده اللي هو اتكلم فيه واللي وضحه كمان المحامي طارق العوضي. دايما الفنانة وفاء عامر لما بتواجه بعض الصعاب في مسيرتها الفنية أو على المستوى الشخصي كان بيكون ليهم سند بيدعمها في القرارات بتاعتها، وكان من أبرزهم النقيب طبعا أشرف زكي اللي أعلن بشكل صريح تضامن كامل للنقابة مع الفنانة وفاء عامر. وده طبعا بعد الشائعات اللي ترددت مؤخرا زي ما وضحت لحضراتكم. كان حريص الفنان طبعا والدكتور أشرف زكي إن هو يقدم بيان بيوضح فيه دعمه للفنانة وفاء عامر، واللي قال يعني وضح وقال إن هو تواصل معاه بشكل شخصي ووصفها بإن هي فنانة كبيرة بتعتز بيها وصاحبة مواقف مشرفة على مدار مشوارها الفني. كمان وضح وقال ان النقابة بتكلف لجنة قانونية من كبار المحامين باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه مروجي تلك الشائعات المسيئة. مشدد كمان ووضح ان مش بيحب ان هو يتهاون في الدفاع عن اعضائه ضد محاولة التشهير وتشويه السمعة. كمان في بعض الفنانين كانوا حريصين ان هم يقدموا دعم كامل للفنانة وفاء عامر في ازمتها، وكان من ابرزهم الفنان امير كرارة اللي طلع واتكلم عن دعمه الكامل ليها، واللي اتكلم ان هي دايما بتساند كل اصدقائها من داخل الوسط الفني وخارج الوسط الفني. كمان وفاء يعني وضحت من خلال حسابها الشخصي ان هي هتتخذ كل الاجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات. خليني اوضح لكم مرة تانية ان الفنانة وفاء عامر يعني خلال الساعات الماضية كان في بعض الشائعات تحاول ان هي حاولت ان هي تهرب من مصر، وده طبعا بعد الاقاويل ان هي بتتاجر في الاعضاء البشرية زي ما زعم البعض او قيل على طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان من اصحابها البلوجرز على السوشيال ميديا. يعني خليني اوضح لكم ان هي قالت في تصريحات للقاهره 24 ان هي موجوده في الساحل الشمالي وغير صحيح الكلام اللي بيتقال ان هي هربت من القاهره، وان هي موجوده مع اسرتها في الساحل. كمان المحامي طارق العوضي وضح آه، يعني وضح حقيقة الشائعات ديت واتكلم بشكل صريح وقال ان هي مش صحيح ابدا، وان هي عارية تماما من الصحة، وان الفنانة موجودة مع اسرتها في الساحل الشمالي، وكل ده بغرض ان هم ينالوا من سمعة الفنان. وزي ما وضحت كمان ان بعض النجوم الفن اللي كانوا حريصين ان هم يقدموا دعم كامل للفنانه وفاء عامر في ازمتها الاخيره، ويعني قلت نموذج زي الفنان امير كرارة اللي كان حريص ان هو يعني يتكلم عن مواقفها الانسانيه وان هي دايما بتساند اصدقائها سواء كان من داخل الوسط الفني او خارج الوسط الفني. ولكن مع انتشار ظهور الفنانة وفاء عامر على التيك توك وفتحها لبعض اللايفات وتعاونها مع بعض المشاهير خلى في بعض التردد والشائعات اللي بتنال منها، زي مثلا مقيل ان هي بتتاجر في الاعضاء البشرية. يعني خليني كمان اوضح لكم ان الشائعة دي بدأت ان هي تظهر بعد
وفاة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، اللي بدأت بعدها تردد الشائعات إن هي على علاقة بيه طبعا، وهي كانت بتسنده في أزمته الصحية اللي كان بيمر بيها طبعا، وكانت منتشرة خلال فترة مرضه. وطلعت هبة أرملته واتكلمت وقالت إن وفاء عامر كانت دايما بتسنده في أزمته الصحية، وكانت بتصرف على العلاج بتاعه اللي هو كان مكلف جدا. كمان اتكلمت وقالت ان هي مستعدة ان هي تخرج الجثمان ويتم تشريحها علشان يكتشفوا اذا كان في تجارة اعضاء بشرية او اذا كان مريض بالسرطان، زي ما طبعا في التقارير الطبية ما كانت واضح ان هو رحل نتيجة اصابته بالسرطان. لو هنتكلم عن الجانب الفني للفنانة وفاء عامر، فهي من النجمات اللي قدمت عدد من الأعمال المهمة جدا على الساحة، وكان من أبرزهم أو آخرهم مشاركتها في مسلسل الأميرة اللي قدمت بطولته الفنانة ياسمين صبري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي. يعني وفاء عامر بتشارك في أكتر من عمل فني، ولكن يعني دايما بسبب تعاونها أو بسبب يعني خليني أقول لكم بشكل صريح طيبتها وتعاونها مع الناس، إن هي دايما بتساند أصدقائها سواء كان داخل الوسط الفني أو خارج الوسط الفني، وده اللي اتكلم عليه معظم أصدقائها. خليني أوضح لكم مرة تانية إن تداول بعض الأنباء خلال الساعات الماضية إن الفنانة وفاء عامر يعني هي دلوقتي خارج مصر بسبب بعض الشائعات اللي بتقال عليها إن هي بتتاجر في الأعضاء البشرية، ودي اللي طلعت ونفته وقالت في تصريحات القاهرة 24 إن هي موجودة في الساحل الشمالي، وإن هي استحالة إن هي تغادر بلدها اللي دايما بتكون مسانداها في أزماتها، وكمان إن هي بتثق في القضاء المصري. كان من أبرز الداعمين ليها في الأزمة اللي هي بتمر بيها الدكتور أشرف زكي النقيب المهن طبعا التمثيلية، اللي طلع وقال إن هو بيكون تواصل معاها بشكل شخصي، وإن هو دايما بيساندها وكمان واقف جنبها في الأزمة اللي بتمر بيها. يعني ده كان المعتاد من دكتور أشرف، هو دايما بيكون سند لكل الوسط الفني، وكل من بيمر بأزمة كان بيتواصل معاه علشان يكون أول واحد بيشوف يعني بيحل الأزمة ديت، سواء كان على المستوى الشخصي أو كمان على المستوى الفني. ووضح كمان أشرف زكي إن هو بيتم تكليف لجنة قانونية من كبار المحامين باتخاذ إجراءات ضد مروج تلك الشائعات المسيئة، وأكد كمان إن هو مش هيتهاون أبدا في الدفاع عن أعضائه ضد محاولة التشهير والتشويه السمعة. كمان هددت وفاء عامر ان هي هتتخذ اجراء قانوني ضد مروجي شائعات تجارتها في الاعضاء، وقالت ان هي لو اي حد اتكلم باسمها في اي واقع او حدث هتتخذ اجراء ضده، اجراء قانوني ضد المشكلة او الازمة او الشخص اللي هيتكلم عنها بشكل سيء. يعني بعد رحيل لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بدأت إن هي تتردد الشائعات حول علاقته بالفنانة وفاء عامر، وإن هي تم بيع أحد أعضائه بسبب أزمة مالية كان بيمر بيها. وده طبعا اللي طلعت أرملته هبة في بعض التصريحات التلفزيونية ونفت وقالت إن هي مستعدة تماما إن إبراهيم شيكا بيتم عرضه على الطب الشرعي ويتم تشريح الجثمان علشان تأكد حقيقة الوضع، وإن هو توفى بسبب السرطان وليس بسبب آخر زي ما ادعى البعض، وان علاقته بوفاء عامر كانت علاقة انسانية، وان هو كانت دايما بتسنده وكانت بتساعده في مصاريف العلاج اللي كانت يعني غالية جدا. وده طبعا كان واضح من خلال اللايفات اللي كان بيطلع وبيتكلم عن ازمته الصحية، وان هو محتاج تكاليف علاج علشان يقدر ان هو يمر من الازمة دي بخير. خلينا أوضح لكم مرة تانية إن خلال الساعات الماضية تداول أنباء عن هروب الفنانة وفاء عامر، وده طبعا بعد شائعات تجارتها بالأعضاء البشرية، وده اللي طلعت الفنانة ونفته في تصريحات خاصة للقاهرة 24 وقالت إن هي موجودة في الساحل الشمالي ولا يوجد أي الكلام اللي كان بيقال لا يوجد له أي أساس من الصحة، وإن هي حاليا مع أسرتها وبتثق في القضاء المصري ومنتظرة طبعا الحكم القضائي في
ما تم تداوله خلال الساعات الماضية. احنا كده نكون يعني رصدنا لحضراتكم تفاصيل أزمة الفنانة وفاء عامر. ما زلنا مستمرين طبعا، تابعونا في القاهرة 24. شكرا لكم.